السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا في قناتنا وفيديو جديد. انا ملاحظه في كذا حد ربنا يشفي الجميع، يعني متابع فيديو اللي انا بتكلم فيه عن الضغط المرتفع بتاع الدماغ اللي كان عندي. والحمد لله اللي انا بقول اللي هو كان عندي. انا لغايه دلوقتي مش عارفه والله هو ايه اللي عندي دلوقتي، بس هو انا اول ما اتشخصت، لو انتوا تابعتوا الفيديو الاولاني، اول ما اتشخصت هم شخصوني ان هو ضغط ده ضغط مخ مرتفع، او بيسموه سودو تومر دهوت. المهم هم قالوا لي ايه، انا كنت رايحه اصلا عشان اعمل اشعه او MRI على الفقرات بتاعه الرقبه والدماغ، عشان كان عندي دايما كهرباء في ايديا ودراعاتي والكلام دهوت. فكنت رايحه اعمل MRI عشان كده، اللي هو الرنين المغناطيسي. فلقيت الدكتور بيتصل بيا بيقول لي روحي بسرعه على المستشفى عشان طلع عندك في الدماغ كذا كذا كذا، وفي ميه على الدماغ ومش عارفه ايه، وممكن يكون في مرض كذا كذا. فروحي اعملي اللي هو الخزعه دهيت، او اللي هو بياخدوا عينه من الظهر عشان نتاكد في المرض ده ولا لا. فروحت تاني يوم ورحت المستشفى خدوا الايه العينه دهيت من ظهري، من النخاع الشوكي اللي هم بيسموها الخزعه دي او كده. وطلع حقيقي عندي ان الضغط المتر الزئبق دهوت، او ضغط الدم ساعتها، او ضغط الزئبق اللي موجود، ضغط الميه 33، وهو بيقول لك المفروض يبقى 18. فيعني الضغط مرتفع. فقالت لا، لازم تتحولي على دكتوره متخصصه في الكلام ده هو بتاعت الدماغ ومش عارفه ايه. انا مش عارفه التخصص ده اسمه ايه، اعصاب ولا دماغ ولا ايه. المهم حولوني على المتخصص، وتابعت مع الدكتوره دهيت، وادتني البرشام المعالج للكلام ده هوت، ومشيت معاهم. انا كنت عندي اصلا صداع مستمر. الصداع ده كان فظيع، بس انا ما تخيلتش او ما رحتش عشان اتعالج من الصداع ده هو. انا كان عندي اصلا الجيوب الانفيه، فكنت على طول عندي صداع. فلقيت الصداع بيزيد، يعني اخر سنه دهيت او اخر سنتين بقيت الصداع بيزيد جدا، يوميا موجود، مش لما بعطس وبس ولا حاجه، لا ده يوميا بيبقى موجود الصداع. والصداع بقى يجي من ورا كمان، من هو من القفا، بمعنى اصح، من فوق، اللي هو من الدماغ من ورا، مش من الحته من قدام بس، اللي هو الصداع بتاع الصداع النصفي، لا بتاع الصداع بتاع الجيوب الانفيه. صداع الجيوب الانفيه بيجي من قدام وبيبقى نازل على العينين والمناخير. لا، الصداع بقى زياده بقى جاي من ورا وبيجي لي على الجناب، بيبقى كأنه زي طوق جاي من ورا كده. فده الصداع اللي كان جديد، جاي لي جديد، بس ما حطيتش في بالي، قلت صداع عادي وبيزيد وبيروح ومش عارفه ايه والكلام ده هو. فما حطيتش في بالي. فلما هم قالوا ده، قالوا هو من اعراضه اللي هو بيجيب الصداع. فمشيت في الموضوع وقلت الحمد لله على كل شيء، وتابعت مع الدكتوره دي. حتى بقت الاعراض الجانبيه بتاعت البرشام اللي انا باخده دهوت، اللي هو بيخلي التنميل في الاطراف، في الايدين وفي الرجلين. قالت لازم تزودي البوتاسيوم ومش عارفه ايه في اكلك. فبقى ليها اعراض جانبيه كتير، ودايما كان الصداع بيزيد وبيبقى عندي دوخه. يعني بقت العيا بيجي لي اكتر كمان. واليوم اللي ما اخدش فيه الدواء كنت بتضايق اكتر او بعي اكتر. فالمهم استمريت على الدواء ده يجي 1.5 سنة ولا حاجه. قالت لي لازم بقى في خلال الفتره دهية تعملي كشف للعين، للعصب بتاع العين. عملت الكشف بتاع العصب العين، قالوا عشان هي بيأثر على العصب. الميه دي بتتصرف، هو بيبقى عباره عن ايه، ان الميه اللي في حوالين الدماغ دهيت، يعني انت المخ جوه العظم بتاع الدماغ، فحواليه ميه. الميه دي بتتصرف طبيعيا جوه الجسم، فانا لا مضغوطه بقى جوه، فبتتصرف فين؟ بتتصرف في العين. فده المفروض الغلط اللي بيحصل، ما بتلاقيهاش مكان تتصرف فيه، بتتصرف على العين، فبتأثر على عصب العين. لا قدر الله ممكن يحصل ايه، عمى او حاجه. فهو ده الوحش في المرض دهوت. فلازم يكشفوا على عصب العين.
فالحمد لله كشفوا على عصب العين. كنت ساعتها رحت مصر بعد سنه من المرض دهوت، رحت على مصر كشفت في مصر، قال لي مفيش حاجه في عينيك. جيت هنا ما تاكدتش من البتاع، جيت هنا كشفت تاني قال لي مفيش حاجه في عصب العين. فخلاص لما كشفت مرتين قالوا لي يبقى خلاص، يبقى ما عندكيش المرض ده، مش هو ده اللي عندك. مع ان التحليل يعني الMRI الموجود، الMRI موجود، هم شايفين في ضغط ميه وفي ضغط حوالين الدماغ، والتحليل اللي هو اللي خدوه من الظهر موجود ان ضغط الزئبق 33. بعد كده هم كشفوا على العين لقوا ما فيش. فانا مش عارفه ان هو مثلا هو كان المرض في اوله، اكتشفوه في اوله، عشان انا بقول لك انا ما كنتش رايحه عشان اكشف على المرض نفسه، انا كنت رايحه عشان اكشف على حاجه تانية، والحمد لله الحاجه التانية دي لسه موجوده لغايه دلوقتي، ولسه اعصاب ايديا وايديا بتترعش وبيجي لي كهرباء فيها، لسه لغايه دلوقتي بتنقل من دكتور لدكتور. دلوقتي اخر حاجه بوصل لها دلوقتي لسه متحوله على دكتور اعصاب عشان يكشف لي على الاعصاب بتاعه الايدين دي لسه بتعالج يعني فيه، كل شويه ينقلوا لي على دكتور تاني. فالحمد لله على كل حال يعني. المهم فممكن هم اكتشفوها بدري، فعشان كده لسه الحمد لله العين ما حصلهاش حاجه، ولا انا مش عارفه الغلط فين. فانا دلوقتي المرحله اللي انا واصله لها اللي هم وقفوا العلاج بتاع اللي هو الضغط الدماغ ده، هو من بعد السنه ونص او سنه و8 شهور وقفت علاج الضغط الدماغ. طيب يا جماعه انا لسه عندي صداع، والصداع فظيع، والصداع ما بيروحش، والصداع يومي، وزي ما بقول لكم من الدماغ من ورا، وعامل طوق كده لغايه الودان من الجنبين، وساعات في نص الدماغ من فوق. فصداع يومي، وكل ما بتعصب مثلا على الاولاد او على صوتي، او انتوا عارفين الضغط العصبي بقى من العيال ومن الحياه اليوميه مع العيال يعني. فالدماغ بتشيط لوحديها يعني، الصداع بيزيد زياده لما كل ما بيعلى صوتي او بتعصب زياده. فقالوا لا هنحولك بقى على ايه، حد متخصص في الصداع. فتابعت مع حد متخصص في الصداع، شخصوني ده صداع نصفي، مايجرين. شخصوني دلوقتي اللي هو صداع نصفي، وبتعالج من الصداع النصفي بقالي دلوقتي داخله على سنه وشويه برضه. بتعالج من الصداع النصفي، باخد برشامتين كل يوم بالليل. انا مش عارفه اسم الدواء ايه، ممكن بكتبه لكم تحت، بس لا مش لازم كتابه يعني، طبعا عشان ما حدش ياخد اسم الدواء ويتعالج مع نفسه، لا كل واحد بيروح للدكتور طبعا وهو اللي يشخصه. المهم اتشخصت صداع نصفي وباخد الدواء دلوقتي. الحمد لله كان في الاول ماشي الحمد لله ما بيخليش الصداع يجيلي الا لو اتعصبت، لو مضغوطه نفسيا، لو في حاجه مضايقاني، لو في ضغط توتر عصبي شويه ولا حاجه او توتر نفسي بيجي لي الصداع. لو نسيت البرشام في يوم بيجي لي الصداع يومين 3 حتى لو خدت البرشام. لو عندي دور برد ولا حاجه بيجي نوبه صداع فظيعه. اخر مره او مرتين رحت المستشفى بيها يعني، ما بتروحش الا لما بروح المستشفى ويدوني مسكنات قويه. ف يعني ما اعرفش هو اللي موجود دلوقتي هو ده صداع نصفي ولا لا يعني. دلوقتي حاسه ان تاثير البرشام برضك قل شويه، اللي هو بقى يظهر الصداع مع اي توترات او اي حاجه. بس اللي انا ماشيه عليه دلوقتي هو الادويه بتاعت الصداع النصفي، ومتابعه مع دكاتره الصداع النصفي. لكن حكايه الضغط الدماغ انا يعني خلاص يعني، كل اللي بيسالني، انا عامله الفيديو ده مخصوص عشان كل اللي بيسالني عن الموضوع بتاع ضغط الدماغ. ربنا يشفي كل مريض. وانا كنت عامله برضك فيديو من فتره عشان اللي كان بيسال، بس برضك لسه في ناس بتسال ممكن ما شافتش الفيديو اللي فات، فانا عامله الفيديو ده مخصوص عشان كل اللي بيسال عن الحاله اللي انا وصلت لها او اخر التطورات. يا رب يشفي كل مريض. فانا مش هقدر يعني افيدكم بحاجه عشان انا وقفت العلاج اصلا او اتشخصت حاجه تانية دلوقتي. وانا ان شاء الله برضك ناويه ان شاء الله لما انزل مصر، دعواتكم جميعا كده الواحد ينزل مصر، يعرف ينزل مصر. عاوزه بكشف تاني يعني، اعمل مثلا MRI تاني ولا حاجه، اتاكد من الوضع ده. هو عاوزه صراحه اشوف الموضوع ده لسه موجود
حقيقي ولا مش حقيقي، يعني مش عارفه. انا شاكه فيهم لغايه دلوقتي، شاكه ان الموضوع ده هو اللي يبقى عندي مش الصداع النصفي. اكشف على العين تاني، عاوزه يعني فتره كمان كده ولا حاجه واكشف على الموضوع ده تاني. فربنا يشفي كل مريض ويحفظنا جميعا، ويا رب يكون الفيديو نفعكم بحاجه. وحبيت اجاوب على كل اللي سأل، وجزاكم الله خيرا جميعا على كل سأل عليا، اللي حب يطمن عليا، وربنا يشفي كل جميع اللي حب يسأل عشان يشوف هو يعني هيعمل ايه في مرضه او في حياته. ربنا يشفي الجميع، ومع السلامة. وما تنسوش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.